السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غدا شبورة كثيفة بكافة الأنحاء وطقس شديد البرودة ليلا، والصغرى بالقاهرة 11. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدلة. كما تتوقع أيضا هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا من مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وعلى على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 2/1/2021 فهي كالتالي: القاهرة العظمى 20/11، والإسكندرية 21/12، والمطروح 19/8، وسوهاج العظمى 23/9، وقنا العظمى 22 درجة، أما الصغرى 11 درجة، أما أسوان 25/11. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.